التركي زي سد الحنك عندنا، محشيه قشطه وعليها طبقه قشطه وفستق، بس ايه حدوته. يلا بينا. طاسة على النار ونحط فيها مكعبين زبدة، وأول ما الزبدة تبدأ تسيح نحط كوباية سميد ناعم، ونفضل نقلب فيها كده تقليبة حلوة واحنا على النار، على نار هادية لحد ما لونها يكون ذهبي بالشكل ده. بعد كده نحط نص كوباية سكر ونقلب تقليبة حلوة، وهات بقى من كل الجوانب. أنا عايز السكر يختلط خالص مع السميد. جهز كوباية مية وابدأ حطها كده وقلب تقليبة حلوة كمان مرة. ودي بقى آخر تقليبة، بعد كده هتلاقي المية اتشربت خالص وطلعت معاكوا بالشكل ده. قلب تقليبه حلوه، بصوا ناعمه وطريه وحاجه اخر دلع. هنسيبها على جنب تبرد ربع ساعه. هبوله فيها كيس بلاستيك ونبدا نحط الحلويات اللي احنا عاملينها دي. حط كده من كل الجوانب وفضي مساحه بس كده في النص عشان هنبدا نحط شويه قشطه. بعد كده نقفلها من فوق ونبدا نقفلها بقى بكيس البلاستيك ده. يا ولد يا دي يا حدوته، انا النهارده جاي ادلعكم. هنبدا بقى نقلبها في طبق التقديم ونحط على الوش شويه قشطه وشويه فستق. واعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان وهتحتاجها في اي وقت عايز تعمل حلويات سريعه. بقول لكم ايه، حدوته.